على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، ولدت إحدى أعظم حضارات العالم القديم، قرطاج. منذ أن وطأت الأميرة الفينيقية عليسا أرض هذه السواحل، بدأت قصة مدينة ستتحول إلى قوة تجارية وعسكرية تهاب من الشرق إلى الغرب. بفضل موقعها الاستراتيجي، أصبحت قرطاج عقدة تجارية تربط بين القارات، وموطناً لأسطول بحري لا يقهر. هنا صنعت الثروات، وتبادلت الشعوب لغاتها ومنتجاتها، وارتفعت مرافئ ضخمة شكلت قلب المتوسط. ومن قلب هذا الازدهار ولد أحد أعظم الجنرالات في التاريخ، حنبع البرقة. بفكر عسكري متثرد قاد جيشاً هائلاً عبر جبال الألب، متحدياً الطبيعة وروما معاً. وفي ساحات المعارك خلد اسمه باستخدام تكتيكات ستظل مرجعاً للعسكريين عبر العصور. لكن كباقي الحضارات، واجهت قرطاج امتحانها الأصعب في الحروب البونيقية، وبعد مقاومة دامت سنوات، سقطت المدينة سنة 146 قبل الميلاد، مخلفة رماداً وإرثاً خالداً. واليوم، وبين أطلال موانئها وأسوارها، يعود صدى حضارة لم تمت. قرطاج، قصة مجد لا يزال يعيش.